السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية آية الكرسي في المنام للمتزوجة. حابة أذكركم أن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات، والله تعالى أعلى وأعلم. بالله عليكم ما تنسوش تحطوا اللايك وتنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات، واللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يدوس على زر الاشتراك ويفعل كلمة الكل. القناة محتاجة للدعم لأنها حاليا موقوفة، فبالله عليكم ما تبخلوش عليا باللايك ومشاهدة الفيديو. وبشكر كل حد كتب لي كومنت جميل شجعني بيه، ربنا يبارك لكم يا رب ويسعدكم ويسعد أيامكم. آية الكرسي في منام المرأة المتزوجة كما فسروا الإمام ابن سيرين من الحاجات اللي بتدل على تخلصها من أمور صعبة مرت في حياتها ومشاكل أو مشكلة كبيرة في حياتها تتخلص منها لو هي حلمت إنها بتقرأ آية الكرسي في المنام. وكمان بيدل أيضا قراية آية الكرسي في المنام على تخطيها لفترة صعبة جدا في حياتها، وان الفترة اللي جاية هتكون فترة فرج ليها وسعادة بأمر الله. كمان رؤية قراية آية الكرسي في منام المرأة المتزوجة في المنام من الحاجات اللي بتدل على النصر على الأعداء وتخطيهم ولو كان ليها مظلمة عند حد، فده قراية سورة الكرسي بتدل على رد المظلمة ليها ورد حقها ليها، والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا رأت إنها بتقرأ آية الكرسي على زوجها فده بيدل على رجوع حقها لو كان زوجها واكل حقها في حاجة، ولو ما بينهمش حاجة يعني ما فيش مشكلة ولا حاجة، فده بيدل على حياة زوجية سعيدة بأمر الله بينهم وقدوم خير ورزق وفير ليهم في القريب العاجل. كمان رؤية المرأة المتزوجة لقراءة آية الكرسي في المنام ده بيدل على ان ربنا هيحفظها من اي مكروه او كيد او سوء حد بيكيده لها او حد بيدبره ليها. وكمان قراءة آية الكرسي في منام المرأة المتزوجة على الابناء بيدل ان شاء الله على صلاح حالهم واحوالهم ومستقبل سعيد وباهر ليهم، والله تعالى أعلى وأعلم. وكمان قراءة آية الكرسي بصفة عامة على مثلا إن أنت بتقرأ يعني لو شافت إنها بتقرأ آية الكرسي على أصدقائها على عيلتها على أي حد فإن شاء الله ربنا هيحفظهم بأمر الله. ولكن في الواقع حابة أقولك إن عن تجربة لو ربنا أكرمك بآية في القرآن فبتقريها في المنام فكرريها في الواقع، وربنا يرزقنا ويرزقكم خير.